صباح الخير. يلا بقى مع بعض نعمل كده حاجة حلوة تدفينا في الشتاء وفي السقعة اللي احنا فيها دي كوباية حليب دافي، مش سخن. حط عليها مكعب زبدة حوالي 150 جرام. هاتي بولة حطي فيها كوبايتين دقيق سميد، نص كوباية سكر، ربع معلقة بيكنج باودر. حطي الزبدة على الحليب وحطيهم على النار، بس مجرد الزبدة تسيح أو السمنة. بعد كده حطيها على الخليط اللي حضرتك عاملاه دوت. حطي لو عندك عسل أبيض حطي معلقتين كمان على الخليط. لو عندك عسل جلوكوز، لو عندك عسل بتاع البسبوسة حطيه. وقلبي تقلبتين بس، حطيها في الصينية وحطيها في الفرن وتطلع سخنة. وتكوني عملتي الشربات، كوباية ونص سكر عليهم كوباية ونص مية، وباكو فانيليا. بصوا، بص الحلاوة، ادي البسبوسة بعد ما خلصت، وادي جمالها مش لازقة في الصينية. طبعا قبل ما بتحطيها الخليط بتاعها في الصينية لازم بتدهني الصينية زيت او سمنة، بس يفضل سمنة يا جماعة، لان البسبوسة حبيبتها السمنة البلدي. بصوا حلاوتها بقى اهو. نبدأ بقى نقطع منها، ندي لحبايبنا، ندي لجيراننا، صحابنا، وناكل. يعني ما شاء الله الصينية بتبقى حلوة، كوبايتين دقيق السميد بيعملوا صينية حلوة كبيرة. خلاص عرفتي المقادير ايه؟ لو عندك اي سؤال اسألي في الكومنتات. انا قلت كوبايتين دقيق السميد بتاع البسبوسة، عليهم ربع معلقة بيكنج باودر، عليهم رشة ملح، عليهم كوباية حليب، عليها على الحليب بنحط زبدة أو سمنة حوالي 150 جرام ونسيحهم على النار. ونحط برضو عسل بتاع البسبوسة عليهم حوالي 5 معالق، أو عسل جلوكوز أو عسل أبيض، ونخليهم دافيين ما نسخنهمش، وبعدين نعجن بيهم. بس كده سهلة وبسيطة. بتجيبي بقى الصينية بتدهنيها زبدة أو سمنة، وتحطي بقى العجينة بتاعتك. البسبوسة يا جماعة عشان تطلع ناجحة معاكم ما تقلبوهاش. يلا لا تنسوا اللايك والاشتراك. عايزة أكد بس عليك المعلومة تاني قبل ما أختم، معلش. البسبوسة ما بتتقلبش كتير، انت مجرد بس ما بتلفيها بالحليب اللي عليه زبدة أو سمنة، تلفيها لفتين بس بالسباتيولا وتصبيها في الصينية. اوعي تقلبي البسبوسة كتير علشان ما تبقاش عجين منك، علشان ما تنشفش منك. هو ده السر اللي بيخلي البسبوسة تطلع معاكي طرية، انك ما تقلبيش البسبوسة. ما تنسيش يا حبيبة قلبي. وبكده اكون يا رب اكون كده قلت كل المعلومات اللي ممكن تفيدك. ولو في اي حد عنده سؤال اتفضلي سألي في الكومنتات وانا تحت امرك. وبكده اترككم في رعاية الله وامنه. وما تنسوش بقى تاني هقول اللايك والاشتراك واعادة النشر. اعملوا لي اعادة نشر للفيديو علشان الفيديو يطلع اكسبلور. ومتشكرة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.